فكرة أكلتنا النهاردة مش أكلة واحدة، لا ده احنا هنعمل أكتر من أكلة. وزي ما انتوا شايفين كده هنجهز الطواجن الحلوة بتاعتنا. وتعالى أقول لكم يلا هنعمل ايه. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف ايه في تلاجتنا، ويلا تعالوا معايا. مش بقول يا لهوي ولا بقول حد يلحقني، بقول تعالوا اتفرجوا وشوفوا احنا هنعمل ايه. مبدئيا كده هنجيب صينية كبيرة أو طاسة كبيرة زي ما انتوا شايفين، ولا إن شاء الله حلة عادي مش هتفرق. وهنجيب كمية حلوة من البصل كده مقطعينها بالشكل ده كده حجمه كبير. هنديله تشويحة كده واحنا مش هنسوي البصل بتاعنا. يلا رشة من البابريكا كده. وهنكون مجهزين الطماطم بتاعتنا مقطعينها صغيرة كده، واوعي تضربيها في الخلاط عشان احنا هنعمل أكل عظمة النهاردة. رشة من الكزبرة الناشفة واديها تقليبة حلوة كده. يلا رشة سكر عشان حموضة الطماطم وتاكلي براحتك. ودي معلقة صلصة حلوة كبيرة زي ما انتي شايفة كده. اديها تقليبة حلوة واحنا مش هنسبك. ايوه شاطرة كده، برافو عليكي. تعالي بقى كده يلا هنظبط ملحها ونشوف هنعمل ايه. وهنا معانا رشة من السبع بهارات ورشة من الفلفل الاسود. هناخدها تقليبة تاني كده زي ما انتوا شايفين. وما يمنحش طبعا ننزل كده بشوية فلفل سبايسي، وطبعا اختياري بس بتدي طعم حلو. يلا بقى كده تعالوا هنشوف هنعمل ايه. معانا هنا صينية حلوة كده بمعلقة زبدة كده زي ما انتوا شايفين، ومعانا لحمة. انزلي كده بقطع اللحمة بتاعتك، اديها صدمة حلوة برشة من الفلفل الاسود بالطريقة دي وشيلي على طول. انزلي بباقي اللحمة كده وبنفس الطريقة هنعملها. ايوه كده شاطرة. شيلنا اللحمة، ولو في باقي تاني هنكمله بنفس الطريقة مع رشة الفلفل الاسود بتاعتنا كده. تمام. تعالي نخش على الأكلة التانية. معانا سجق كده زي ما انتوا شايفينه، وده سجق بلدي. ويا ريت تختاري المكان اللي انتي بتجيبي منه ويكون حاجة كويسة. اديله تشويحة حلوة كده في نفس معلقة الزبدة اللي احنا عملنا فيها. ايوه كده شاطرة. نرجع بقى للخلطة بتاعتنا. هناخد كده شوية وننزلهم كده في الطاجن بالظبط كده. رصي بقى اللحمة بتاعتك، وفي الوقت ده تقدري تحطي اي نوع خضار انتي حباه. انا عملت ميكس كده زي ما انتوا شايفينه، جزر، كوسة، بطاطس، بسلة، اي حاجة عندك. ولو عايزة فاصوليا حطيها زي ما انت عايزة. في الطاجن التاني نزلت بشوية بامية متفرزين. وادي الطاجن التاني، وده التالت. نركنه على جنب ونجيب 2 صغيرين نحط فيهم السجق كده زي ما انتوا شايفينه. ويلا بقى نديله شوية تاني من الخلطة بتاعتنا. ايه رأيكم؟ ولا اسهل من كده. اديكوا شايفين عملنا كام اكلة وكام صنف. وفي نفس الطاسة اللي عملت فيها او الصينية، لو عندك مرقة حطي كوباية مرقة كده وانزلي بيها على وش الطواجن. ما عندكيش استكفي بالمية، وممكن تضيفي مكعب مرقة دجاج وممكن لا. كده كده الطواجن بتاعتك فيها لحم. نرجع بقى للطاجن ده. معانا هنا رز زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. هننزل عليه بمعلقة من السمنة البلدي او الزبدة المتاح عندك، ودي كوباية زبادي. هنقلبها كده حلو، وهننزل باللبن غليينه كده حلو وسخن وهننزل بيه. والباقي هنزوده مية، رشة الملح ورشة الفلفل الاسود.
وهنعمل احلى طاجن رز معمر اهو زي ما انتوا شايفين، مفلفل معانا وحلو. كوباية الزبادي بديل القشطة، وبتخليلك الرزاية حلوة ومستوية كويس. وادي السجق بتاعنا، وهنعمل طواجن جميلة. بصوا مستوي ازاي اهو. طبعا الناس اللي بتروح المطاعم بتبقى عارفة الطواجن دي اسعارها ايه. بصوا بقى احنا عاملين الطواجن الجامبو الكبيرة، ايه رأيكم؟ يا رب تكون اكلتي النهاردة ووصفتي النهاردة عجبتكم. اعملوها وفرحوا بيتكم وولادكم. ومفيش مانع لما نعمل جنبها رز بشعرية، عشان اللي حابب ياكل رز بشعرية ياكل سلطة حبة مخللات، وظبطنا أكلتنا. هي دي أكلتنا. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.